السلام عليكم. واخيرا انتهى الديربي اللي اوفى بكل وعوده، مستوى باهي على الميدان، جماهير النادي الافريقي اعطت نكهه خاصه للديربي، وبالطبيعه اللي خلانا نتفرجوا في ريتم باهي من غير لعرك ومعروك هو الحكم البرتغالي اللي عدى ماتش مريقل، والانتصار كان للافضل من غير حسابات حكامنا اللي اصبحوا منبوذين من طرف كل الجماهير. سجل الترجي الهدف الاول مع بدايه المباراه، ثم عدل النادي الافريقي قبل نهايه الشوط الاول بلحظات. في الشوط الثاني النادي الافريقي وبالرغم انه كان يلعب منقوص عدديا تقريبا اكثر من 40 دقيقه الا انه كان قادر يخرج بنقطه التعادل او حتى يخطف هدف الانتصار، ولكن تغييرات المدرب بيتوني كانت مثل الطعنه الغادره لجماهير الكليبستيه. ما قبل الديربي، وهنا خلينا نقول يا حسره وقت اللي كان الديربي يعتبر حدث كبير، تحضيرات قبل البيانات عندها نكهه خاصه في المنابر الاعلاميه، الناس كلها تحترم بعضها، وبعد الماتش شويه تنبير على الخاسر، وهنا يفرق كل شيء. في المواسم الاخيره وخاصه في الموسم هذا شنو هي التلوث السمعي والبصري اللي قاعدين نشوفوا فيه؟ برشا اتهامات، برشا احترازات، ناس تحكي على سمسره، كل مسؤول يحاول يدافع على فريقه ويتهم الفريق الاخر. حصيروا فيقوا يهديكم وخلينا نرجعوا لايامات زمان قبل تولي بطولتنا بطولة منحرفة. نرجع للماتش توا، الترجي وبعد خيبة الأمل الكبيرة والخروج المبكر من رابطة الأبطال الأفريقية، البطولة والكأس التونسية هما آخر فرصة للإدارة للملاعبية والإطار الفني من أجل إنقاذ الموسم. والنادي الإفريقي على عكس المواسم الماضية، الموسم هذا الإدارة خدمة كبيرة ووفرت كل ظروف النجاح، والنتيجة الفريق مازال معني بالكأس والبطولة إلى آخر الجولات، ومباراة الديربي هي فرصة لهم من فئة 6 نقاط ضد منافس مباشر. انتصار النجم الساحلي والاتحاد المونستيري خلى زوج فرق يدخلوا المباراة تحت ضغط النتيجة. مع بداية المباراة الترجي تمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق المدافع حمزة جلاسي في الدقيقة 12، وبعدها أعطى الكرة للنادي الإفريقي وأصبح يلعب على الكونتر أتاك، وكان قادر يخرج بأكثر من هدف في الشوط الأول لولا تضييع بعض الفرص. النادي الإفريقي رغم قبوله الهدف الأول المبكر مرتبكش، كان قوي ذهنيا، ضغط على الترجي، خلق برشا فرص، وبالفعل تمكن من تحقيق هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بلحظات عن طريق المهاجم حمدي العبيدي. المنعرج نتاع المباراة جاء في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 58 بعد ما تحصل الحارس غيث اليفرني على ورقة حمراء بعد لمسه للكرة خارج منطقة العمليات على اثر انفراد للاعب البرازيلي يانساس وجه لوجه. الاختيارات الغريبة للمدرب دافيد بيتوني وعدم استقراره على تشكيلة مقنعة اصبحت حاجة مش جديدة على جماهير النادي الافريقي، ولكن التغييرات اللي عملها وكيفية تعامله مع الورقة الحمراء كانت السبب الرئيسي وراء هزيمة النادي الافريقي. هنا المدرب ماهر الكنزاري فهم انه يلزم يستغل الوضعيه، قراءة صحيحة للمباراة، تغييرات مدروسة وفي بلاصتها، تمكن على اثرها الترجي من تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب البرازيلي رودريغو رودريغيز. بعد الهدف الثاني للترجي المدرب دافيد بيتوني اللي عمل تغييرات دفاعيه من اجل الخروج بنقطه التعادل لقى نفسه يلزمه يلعب الهجوم، ولكن هذه المره بدون انياب هجوميه، الى ان جاءت الدقيقه 90 زائد 3 وبصنعه كبيره المهاجم اشرف الجبري يضع حد لفلسفه بيتوني ويسجل الهدف الثالث، هدف انتصار الترجي بنتيجه 3-1. وهكا شيخ الانديه التونسيه اختار خطوه باهيه بعد ما انتصر على واحد من اصعب المنافسين ليه على اللقب في انتظار اللقاء الحاسم ضد الاتحاد المونستيري في رادس. ومش هذا بركه، الترجي زاد وسع الفارق بينه وبين النادي الافريقي في المواجهات المباشره. وقبل ما نكمل شهاده شكر الاشرف الجبري، شهاب العبيدي، ومحمد امين بن حميده، وماهر الكنزاري من جانب الترجي، وشهاده توبيخ لمدرب النادي الافريقي دافيد بيتوني.